طيب تعالى نبتدي الرنجة والفسيخ معشوقة الجماهير. سيبك مني. بتعمل ايه او بتقول ايه للعيانين بتوعك؟ خلينا متفقين، لو قعدت تقول له من هنا لبكره لا وما تاكلش وده هيعمل وهيعمل وهيعمل، هقول لك ان شاء الله يا دكتور كل سنه وانت طيب، بينيمك. ناكل بقى ونشوف ايه اللي يحصل، وبعدها باسبوع باجي لك العياده ونشوف. هما 3 حاجات. لو انت مريض لا قدر الله ضغط او قلب او كلى، ده المفروض ما تاكلوش خالص، وتبقى بتاكل باقل الكميات وتراجع الدكتور بتاعك عشان ما يعملكش اي مشاكل صحيه مع الحاله المرضيه بتاعتك. صح. طيب لو انت شخص سليم تاخد بكميات معتدله، دايما بقول لهم حته قد كف الايد. وكون ذكي، مش لازم اخد الكميات المهوله رصه العيش اللي كلنا عارفينها دي، لا ممكن اخد بكميات عيش قليله، استخدم عيش سن، استخدم عيش بلدي معمول من الحبه الكامله. ولازم تخلي بالك من الحاجات اللي فيها بوتاسيوم وفيها الياف، يعني ما ينفعش ان انت تاكل الرنجه والفسيخ وما يبقاش معاها طبق سلطه محترم. انت عارف ان انا بقول لهم جربوا تغمزوا، طبعا اللي بيحب الرنجه مش هيقول كده بس يعني جربوا تغمزوا الرنجه والفسيخ بورق الكابوتشا او الخس بدل العيش. ده اولا هيخليهم يشبعوا اسرع فياكلوا كميه قليله، وكمان الميه اللي في ورق الكابوتشا والبوتاسيوم كمان اللي موجود هيطرد الملح ده كله ويطلعه. بالظبط. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين.